يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم المبارك تجتمع القلوب على طاعة الرحمن، وتتسابق الأنفس لنيل رضا الله عز وجل، وتتناثر الأرواح في أرجاء الرحمة علها رحمة الله تحتوينا. وكان من آثار رحمة الله علينا أننا في هذا اليوم قررنا بكل حب وعطاء أن نهدي هذا اليوم ونبذله في سبيل الله رحمة ومغفرة. فاتحدت مشاعرنا الجياشة لحب التطوع والعطاء لنسعد أطفالنا. فعندما يكون التطوع منهج حياة وسبيل عطاء، وعندما يكون العطاء مبدأ رئيسيا في الحياة، وعندما تكون الحياة جياشة بالنسمات الخيرية، فإننا بالتأكيد نتحدث عن فريق نسمة خير. فريق نسمة خير فريق طلابي يضم طلاب وطالبات معطائين للخير، قاصدين رضا الله سبحانه وتعالى، يسعون ويقدمون دون انتظار أي مقابل دنيوي، يبتكرون من الأيام مسيرة تطوعية لا تقتصر على العطاء المادي فحسب، وإنما على العطاء المعنوي أيضا، والذي له النسبة الأكبر في التأثير على حياة الأفراد. فقد انطلقت هذه المسيرة التطوعية في 17 من رمضان العام الماضي 4/7/2015 ميلادي، واستطاعت بفضل الله ورضوانه اجتياز أصعب الأمور وأكبر العقبات ليسمو العمل التطوعي ويغدو هدفا رئيسيا من أهداف الحياة. فقد قام الفريق بما يقارب ب46 حملة ميدانية شملت جميع فئات المجتمع، والتي كان من ضمنها وختامها سلسلة حملات فلا تقهر، والتي ابتدأت في عمان ل4000 شخص بحدائق الحسين، ثم في إربد، والآن في عجلون، إيمانا منا بقوله تعالى: ومن تطوع خيرا فهو خير له. وكما قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. كن متطوعا لأنك موهوب وقادر على الابتكار، ولديك من الإنسانية ما يكفي لأن يجعلك تقتنع بالعمل دون أي مقابل. فرد الدين لهذا الأردن واجب، والعمل التطوعي هو مسيرة أخلاقية ثقافية، ويغدو أن يكون لاما لجميع أنواع الراحة والسعادة. وأهم أسباب قبول الأعمال عنده سبحانه وتعالى هو النية الخالصة لوجهه الكريم، وهذا الذي نسير عليه نحن فريق نسمة خير. فنحن لسنا مجرد حشد أسماء، ولكننا كتلة قلوب تقودها قير.